أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أيها المتقاعدون، في نظركم من سرق التقاعد؟ ولكن قبل بدء ننساكم مشاهدينا الكرام للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. تستعد الحكومة لكشف وصفتها المسموم لسد ثقوب صناديق التقاعد. التسريبات الجارية تؤكد أن خنوش ومن معه سيفرضون على المغاربة العمل القسري لسنوات إضافية تلتئم ما تبقى من عمرهم مقابل فتات على شكل معاش. السيناريو الحكومي ليبتعد عن ثالوث ملعون، أوله رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات مقابل تخفيض المعاشات، وما سيجعل المغاربة يدفعون من جديد ثمن إنقاذ صناديق التقاعد دون أن يتم تقديم من سرق أمواله إلى القضاء. عوضا على ذلك، انتهى التقرير إلى خلاصة باعث من رائحة سياسية نفاذة بعد أن أوصى بتجميد خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة السابقة نجل إصلاح صندوق التقاعد المهدد بإفلاس وشيك. التقرير كشف مع ذلك خروقات خطيرة، منها منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التطبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكري والأنظمة غير المسيمة من فائض نظام المعاشات المدنية في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية. جاء ذلك بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المالي العام بشكاية مباشرة للرميد طلبت فيها بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق والأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة. ودعت الجمعية الحقوقية مصطفى الرميد باعتباره رئيس النيابة العامة لإصدار تعليمات للجهات المختصة قصد القيام بفتح بحث معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، كما دعت لاتخاذ الإجراءات ومتابعة القضايا المناسبة قانونا في حق كل المتورطين في شبهة الاختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث. لكن الشكاية وضعت في الثلاجة واستمر نزيف أموال التقاعد الذي سيجعل معاشات المغاربة في مهب الريح في أجل أقصى 2028.